الفكر دين يا ناس اعوذ بالله مكرهين لك بتاع المزرعه ده الحياه، وفي واحد منهم كده عامل فوقها مفتح بقول لي القرد المسكين ده، بقول لي يا اخي انت ما رشيق انت اسرع مني، اركب فوق الشجره ارجع عليه الموز وانا بصب لك هنا. بس ما قاعد تظبط معه، يومي بتاع المزرعه بيقبض التحت ده العامل فوقها مفتح ده وبيجلدوا لك. اليوم هذيك القرد عامل فوقها مفتح ده قفلت معه خلاص، قال لي القرد المسكين والله الليل انا حاسس عندي رشاقه عندي قوه بطلع فوق برجع عليك الموز وانت الصبح. القرد المسكين قال له خلاص كويس، وفعلا القرد الحجار طلع فوق الشجره والمسكين قاعد تحت، ما جد عليه زي موستين كده بتاع المزرعه كان مشري، ما جدوا عليهم زي موستين كده ناس الحله كبس. وسيد المزرعه جا قام قال لهم، جا قال لهم وينو القرود؟ قال لهم هنديل لهم. قال لهم وينو القرد اللي قاعد تحت؟ قال لي ده مسكين فكوه انا دقيته، لكن الفوق ده وينو له؟ قال له هندا. قال لي ده بيقولوا لما نقول الروب. آدم جوا. واحد متشاكل مع نسيبته لأنها بتاعت شمارات الفولة في خشومها ما بتتبلع، كلامها كله كر علي وعلي وفلانة دي خبرها عندي وهي. واليوم دي كان قاعدة معاه في البيت وهو مفلس جيبه مقدود لما بغادي. اليوم ديك جو صحبانه زيارة وهو مفلس جنيه في جيبه ما عنده قرد كده قام شاله فات طبحه ورا الحيطة قاعد يسلخ فوقه. وجات نسيبته دي شافته قالت له سجمي ده أرتأكله من القرد؟ قال لا، وحاط الله زول يعرف سيرة القرد دي بس لخيك زيه. المهم القرد ضبحوه والناس يتعشوا وينبسطوا بمزاج في رواق. فجأة من عيال الضيوف ديل واحد جا ومشي هيك، طبعا نسيبته خايف القرد ده يقوم يسمم له زول. من الولد ده جا ومشي هيك، جاته جارية قالت له مالك يا ولدي؟ قال لا 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 بس في لحمة نطت لي في حلقي. عاينت لنسيبها كده وقالت للولد كيف يا ابني يا اخي ما تنط في حلقك وهو سيدا كل يوم مقيله من شجرة لشجرة. آدم جوا.